النهارده انا جاي اتكلم معاكم في قصه رقمها 303. وبعد اذنك انت وقتك كله 24 ساعه، فما جاتش عليا من دقيقتين تسمع القصه لحد الاخر، تمام؟ وما تنساش تعمل لايك كومنت لك في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ويا ريت تدعمني لان انا عندي قناه الريتش بتاعها واقع، فكما تحب لنفسك حب الاخر. ويلا بينا نبدا القصه. انا ما كنتش مؤمن بالحاجات دي، ولا الجن ولا البيوت المسكونه ولا الكلام ده. اوعى تطلع فوق بعد المغرب. بس اللي حصل معايا في شقه 303 خلاني أشك في نفسي وفي عقلي. القصة بدأت لما نقلت سكن جديد، عمارة قديمة في آخر الشارع، هادي كده، الدور التالت، الشقة رقم 303. أول ما دخلت حسيت إن المكان مكتوم، مش حر بس النفس تقيل. قلت يمكن علشان الشقة مقفولة بقالها فترة. الجار اللي جنبي راجل كبير في السن، أول ما عرف رقم الشقة وشه اتغير. قال لي هو أنت ساكن هنا لوحدك؟ قلت له آه. قال لي ربنا يسترها عليك. وبعدها ضحك ضحكة بس مش مريحة. أول ليلة كنت نايم الساعة 3 الفجر وصحيت على صوت خبط، مش على باب، من جوه الشقة. كان حد بيخبط من جوه الحيطان. قلت يمكن المواسير، بس الصوت كان منتظم. 3 خبطات وسكت. 3 خبطات تاني. قمت فتحت النور، الصوت وقف. رجعت انام. قبل ما اغفل سمعت حد بيهمس باسمي من ودني ومن ورايا. جسمي تلج. فضلت ثابت مكاني مش قادر ألف. الصبح نزلت للبواب سألته عن الشقة، وشه شحب. قال لي انت تعرف ليه الشقة دي كانت مقفولة؟ قلت له لأ. قال كان ساكن فيها واحد اسمه عرفة، اختفى وقالوا سافر، بس ما حدش شافه خارج من العمارة. سألته عن رقم 303. قال لي هو كان دايما يقول ان الرقم ده مش رقمه، ده ميعاد، عدد أيام. والأصوات زادت وخطوات بالليل، بس الحمام بيفتح لوحده. والمراية كانت أكتر حاجة مرعبة. كل مرة أبص فيها أشوف نفسي بس متأخر نص ثانية. وفي مرة رمشت شفت ورايا راجل واقف. لفيت بسرعة ملقتش حد في الليلة. صحيت على صوت جاي من الأوضة التانية. صوت تسجيل كان صوتي بيقول لو انت سامعني اوعى تسيب الشقة. دخلت الأوضة لقيت الموبايل شكله قديم مش بتاعي. شغلت التسجيل اللي بعده، صوت واحد بيقول أنا عرفة، مش شقة 303. عدد المحاولات اللي حاولت أخرج بيها 303 ومعرفتش أخرج. النور قطع، الجو بقى بارد فجأة، الباب اتقفل لوحده. سمعت صوت نفسي أو حاجة بصوتي بتقول من ورايا دورك من اليوم ده. أنا مش متأكد إني خرجت من الشقة ولا الشقة خرجت مني، لأن كل ليلة الساعة 3:03 بسمع صوت خبط 3 مرات. ولو انت ساكن في شقة رقمها 303 وسمعت حد بينادي اسمك اوعى ترد، لأنك ساعتها هتندم.